اوعى تنام في ورديتك، مش عشان الضابط هيعدي، لكن عشان اللي بيعدي بعد نص الليل مش بني آدم. القصة دي حقيقية، حكاها مجند خدم في وحدة عسكرية على أطراف الصحراء. المكان بعيد والدنيا هناك ساكتة لدرجة إنك تسمع أنفاسك. المجند بيقول: كنت في خدمتي الليلية واقف على البرج، الساعة قربت تكون 2 بعد نص الليل. فجأة شفت واحد لابس زي عسكري ماشي ناحية البوابة. كنت متأكد إني ما سمعتش صوت خطواته على الرمل، وده أول حاجة غريبة. ندهت عليه: مين هناك؟ مردش. كررت النداء: عسكري اقف مكانك. لقيته بيقف ووشه لسه في الضلمة، لكن جسمه متخشب. لما قربت النور عليه بالكشاف لقيت وشه مش باين، كأنه مظلل أو مفهوش ملامح. رجعت خطوة لورا وإيدي على السلاح. فجأة لقيته بيظهر وبيختفي، كأنه بيتحرك بالسرعة مش طبيعية، لحد ما ظهر ورا سور الوحدة من الناحية التانية. كنت مرعوب. بلغت القائد، قال لي: ولا كلمة، اللي شفته ده شافه غيرك قبلك. المكان ده له تاريخ، وفي جنود ماتوا هنا زمان في تدريبات غامضة. المجند بيقول إنه بعدها ما قدرش يقف وردية لوحده، وكل مرة يجي الليل كان يحس بنفس الجو البارد وعيون بترقبه من بعيد.